أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا على فهم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء. خلنا عليك والله. لذلك أتوقع فوز منتخب أمريكا على المغرب. أعوذ بالله منك، بعد مني بدل ساعة بخرى الصباح هذا. نتمنى منتخب الولايات المتحدة يمشي إلى الدور النصف النهائي، نتمنى يمشي للنهاية، ربما يقابل الأرجنتين. إن شاء الله بربي. امريكا قوي في كل الخطوط، حارس مرمى من احسن الحراس في العالم، دفاع، وسط ميدان، هجوم، يسجل يمد تمريرات حاسمه، هما عندهم اللعب التقني والخشونه ما مش سهلين. يا كسي العليم، اظن منذ المقابله راح تكون صعيبه، الافضليه بالك الناس تشوفها بزاف من جهه امريكا، ولكن المقابله راح تكون خشينه، وكما يقول لك اللعب الاندفاع البدني كما قال سفيان. اي شد روحكم مليح. تأهل المنتخب المغربي ضد أمريكا لأقل من 20 سنة لنصف نهائي كأس العالم. لا والله نغير كي نشوف المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة وصل لنصف نهائي كأس العالم ومرشح بقوة للفوز باللقب. نتيجة تاريخية لحقها المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم. أنا بالنسبة لي ما حققه إلى حد الآن هو إنجاز. ايش قلت يا حبيبي؟ المنتخب المغربي اليوم بصحتهم، حنا ما نقدروش نحسدوهم، لا بصح كونترير. انا بالنسبه لي فريمون بصحتهم. وباغا اختي غنغوت. وعسل علي 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 أسد أطلس علي، خضرة وحمرا حبيبتي يا كتبي تاريخ واللي علي 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 أسود الأطلس علي، حمرا وخضرا حبيبتي وكتبي تاريخ واللي علي. مبروك علينا التأهل، مربع ذهبي يا جدكم، و3-1 مع أمريكا اللي كانت كتسلخ جميع الدول في هذه المنافسة هذه. جينا حنا وسلخناها. دابا عجبتوني، دابا فرحتوني، دابا كبرتوا بيا، بغيتو يبقى يضحكوا عليا نادو في الخدمة. ما عندي ما نسالكم، والرجال وأبطال والسبوعة، ساو الله يحفظكم والله يحفظ لكم الصحيحة ديالكم. تتغلبوا انت، ها؟ واش الشباب تيغلبكم؟ لا. برافو الرجال، برافو السبوعه. هذا هو جيل زيد اللي حاقرين قال لك لا ما يربحش ميريكان، هاهم قراو ميريكان كي كتلعب الكره تشيكي طاكا 3-1. برافو. المغرب الى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية، الأولى في قطر، الفريق الأول والثاني اليوم عن طريق الأشبال، الفريق الثاني الأشبال تحت سن 20 عام، بفوزه على المنتخب الامريكي ب3 أهداف مقابل هدف. يا المغرب ملا مغرب ملا مدفعه، مش مجامله، اقسم بمن حل القسم ان انتم رفعتوا راس العرب. اللهم لك الحمد ان المغرب عربيه، اللهم لك الحمد ولك الشكر. المغاربه مبروك عليكم التأهل الى الدور نصف نهائي من كأس العالم من الجزائر. خاوتنا المغاربه ولا غير بصحتكم وتستاهلوا والله يا خوتي. غير المنتخب المغربي اليوم اللي شاف المقابله غير المتعه، عندهم واحد المساغر الله يبارك وربي يبعد عليهم العين ان شاء الله. المغرب ان شاء الله فرحه زي دي لاسود الاطلس النهارده بعد الفوز على منتخب امريكا وتاهلهم للمربع الذهبي في كاس العالم. كل التوفيق لاسود الاطلس. طنجة الغاليه القويره العزيزه، تأهلنا. المغرب جابها دومي فينال. اسمح لي، الانجازات ديال كرة القدم المغربية عالمية كونية يونيفرسال. برافو، هكذا تقدر تقول بلي تقدر تلعب على النهائي، باسكو منتخب امريكا ماهوش بالمنتخب السهل.
وهكذاك ربحوهم بطرواء. برافو المنتخب المغربي. محللين الرياضيين ديال مدينة الجزائر ديما كترشحوا فريق الخصم ضد المنتخب الوطني المغربي هو اللي غادي يربح. المرة الأولى رشحتوا إسبانيا وربحناهم، المرة الثانية رشحتوا البرازيل وربحناهم، المرة الثالثة رشحتوا كوريا الجنوبية وربحناهم، والبارح رشحتوا أمريكا على حساب المغرب وربحناهم 3-1، وقدرنا أننا نتأهلوا لنصف نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة عن جدارة واستحقاق. احنا ربحنا الميريكان وانتم لا فرحانين حقاش طلعتوا الميريكان تلعبوا كاس العالم مع 48 فرقه وحنا ربحناه ب3-1. انا بغيت من المحللين الرياضيين ديال مدينه الجزائر يبقاو ديما يرشحوا فريق الخصم. علاش؟ داكشي كيرجع علينا بالخير والنفع، والحمد لله كنقدروا ننتصروا وكنقدروا نتاهلوا بكل سهوله. مبروك علينا، برافو للشباب المغربي، والقصه ما زالت طويله. هنيئا لنا الدومي فينال ديال كاس العالم لاقل من 20 عام. وسمحوا لنا الجاليه الامريكيه في شمال افريقيا العشاء في الشيراتون. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي عشان احنا فرحانين، وصلوا على النبي عشان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا على النبي عشان احنا محتاجين رضا ربنا سبحانه وتعالى. الف مبروك للشعب المغربي وكل المغاربه. المنتخب المغربي للشباب تحت 20 سنه بيقدم روعه كرويه، بيعزف كوره، بيغني كوره، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. اللي عجبني هما دوك القنوات ديال صرف الصحي ديال دوله وساده اللي قال لك امريكان غادي تضرب المغرب. بقاو مقابليننا عاج الملك، الله الوطن الملك، وزير انا جاي. مؤخرا خليل الحا شكر مجموعة من الدول ونسي الجزائر أو تناسى الجزائر أو تغافل عن ذكر وشكر الجزائر. عدم ذكر الجزائر على لسان خليل الحا هل هو صفعة في وجه الجزائر لأنها لم تقدم شيئا للقضية الفلسطينية؟ 100%. يا سيدي انا ما عجبنيش الحال انه ما ذكرش الجزائر. سبحان الله يا سيدي، وعلاه يذكر الجزائر؟ ما عندكش بعد نظر؟ ما عنديش بعد نظر. وبعد واش بيك؟ في العالم مضيق علينا بسبب دعمنا المطلق للقضيه الفلسطينيه، ما ذكرهاش، وذكر تركيا وذكر قطر وذكر مصر وذكر الدنيا كاع ذكرها، وحنا جينا على العين العوراء يا خويا. تعاودوا عليكم كلاخ. تا يقولوا والله توقعت كلش، غير تاع فلسطين هذه التاليه غير حسيتها شغل الصفعه دايرت لينا. عباك باللي تزيدي قبل هذه الحاجه تسقسي تقولوا فلسطين ولا الجزائر، يقول لك فلسطين. لا انا شكرتو كاع الدول العربيه غير الجزائر. هكذا حبيبي، يا كوكا ما كنت نشربها غير على جالكم الماكله وما كنتش ناكل، وندعو لكم. كي غادني بن جامع هذاك مسكين ما فهمتش انا علاش كاع ما تحبوناش. يا عمي تبون، حبيت نوجه لك رساله بعد الخطاب اللي داروا قاده فلسطين، نشكروا الدول الاجنبيه وعربيه اللي جامي شفناهم يعاونوا فيهم، نشكروهم ونساو البلد الاكثر اللي عاونهم ووقف معاهم منذ بدايه الحرب حتى نهايتها. ما ذكروش حتى سيره الجزائر. يعني الجزائريين اليوم سيد الرئيس راهم يحسوا بمراره كبيره وبحزن وتاثر كبير من هذا المنبر. حنا ما نسحقوش الشكر تاعهم، حنا الحاجه اللي درناها والمعاونه تاعنا اليوم كانت خارجه من القلب ودرناها في وجه ربي. المهم سيد الرئيس نطلبوا منك، يعني حنا كجزائريين بلاد ما نزيد تعاونها، حنا البلاد اللي نعاونوها وما تنكر الخير تاعنا ما نسحقوش نعاونوها. بعد انتشار الكثير من الفيديوهات من اهالينا من قطاع غزه وهم يشكرون فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرفعون الاعلام المصريه بكل فخر واعتزاز، كانت هناك دوله تراقب من بعيد وترى وكانه تم تجاهلها بشكل كامل. لماذا لم يشكروننا ولماذا لم يشكرونا؟ فانتشرت الكثير من التعليقات وهم يقولون انما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ماذا فعلتم انتم؟ في ذروة الحرب كنتم تتراقصون في بوليفارد، وبالتالي بوليفارد مدري ايش اسمه، المهم ما علينا. فما سويتوا شيء، يعني ما تستحقون حتى الشكر. ربما سويتم بعض الامور يعني ما تستحق حتى نذكرها. فلسطيني اطلع وانتقد الحكومة الجزائرية. حكومتكم يا اهل الجزائر باعت فلسطين على العلن قدام الناس كلها. حكومتكم يا اهل الجزائر استقبلت سفينة اسرائيلية تعبي لها غاز بعد ما مصر رفضت، رغم هيك مصر مطبعة، وبالمقابل المغرب مطبعه وبعثت لفلسطين ادويه ومستشفيات متنقله. كنا نحكي عن المغرب مطبعه. علي الحرام المغرب طلعت اشرف من حكومتكم. كنتوا تقولوا انه احنا مع فلسطين ظالمه ولا مظلومه. انا ما بحكيش عن الشعب، انا بحكي عن الحكومه الجزائريه. كل احرار العالم فرحانين بنصر اخواننا في غزه الذين كانوا يواجهون الاباده يعني الى الابد.
يعني رايحين يمسحوها من الارض. الكل احرار، طلاين اليوم، طلاين فرحانين، طلاين اللي كل سبت مساكن يخرجوا من اجل اخواننا في غزه. في العالم الاحرار كامل خرجوا اليوم يوريوا في الفرحه تاعهم، والفرحانين اقسم بالله فرحانين. صح لقيت طلاين فرحانين. الجزائريين الزوايل، الدواب، البهايم، القطيع، باه فرحانين. انا حسبتهم قبيله مقلبين الدنيا بالاعلام، انا حسبتهم من اجل اخواننا في غزه. فرحانين تأهلوا كرة القدم كأس العالم. ومن بعد في الدور الأول يطيحوا مع إيران وواغادوغو، ومن بعد يروحوا. وبصحة كاع الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. خوتي العزاز، بغيت نقول لكم اخرجوا، افرحوا، ازهوا، رفدوا العلامات، طردوا في ميجانات في وجه العديد. دابا غير تخيل معايا واحد كان كيقول لك باللي الوصول الى نصف النهائي ماشي شي حاجه، ماشي شي انجاز كدا. اليوم تأهل مازال ما عارفش واش غيتأهل من الدور المجموعات واش والو. يلا عرف راسو باللي راه غيلعب في كاس العالم، بدا كيحتفل. تخيل هذا وصل لنصف النهائي، صداعو غيوصل لجنوب افريقيا. والله العظيم اخو ربحنا 3 خلي في المونديال، فرحنا، فلسطين تحررت، الشتا طاحت، هذا كاع زبوقي كيما له. قولوا للمروكي الجيري كاليفي، قولوا للمروكي الجيري كاليفي، قولوا للمروكي الجيري كاليفي. وهذا هو الشعار اللي ردوه بني كرغل ملي تأهلوا مساكن لاكوب دي موند بشق الانفس مع الصومال. وكيفاش عطاو العاقه والرزق ديال بوصباع المبردع الصومال غير باش يدوزوا لاكوب دي موند اللي ما دخلوش لا من 1970 ترق. هذه راه فضيحه ديال بصح، هذه راه فضيحه كبيره، ماشي انا اللي كنقول هادشي، وهذا الاعلام الجزائري اللي كيقول هاد الهضره هادي. والاعلام الجزائري كيدوي وكيقولك بان الجزائر شراو الماتش البارح ديال الصومال، شراوه ب2 مليون ديال الدولار. الجزائر شرات الماتش بالفلوس باش تشارك في كاس العالم. قربالة الصحفيين في الجزائر منوضين ديال بصح، فيديوهات وعندهم قال لك دليل، كاين اثبات. راح تراها مع الصومال وباينه باللي الماتش مبيوع. نقولها لكم دايره، هما خاسرين يرمي عليهم كش مليون اورو ولا 2 ملايين اورو، راه كاش دراهم الشعب نورمال. شوفوا اللعابه عباد الله، شوفوا اللعابه كيطيحوا بوحدهم، اللعابه ما كيتبعوش اللعابه غير كيتفرجوا في الماتش. كل خطره كيطيح لعاب ديال الصومال. ترى بزاف هادشي عباد الله. بيان سور هذا هو المرض ديال ولد الطابوريه، لانه مساكن ملي مات قريش ما تاهلوا شي الا كوب دي موند، ودابا فاش تاهلوا مصيبه كحله. هما هكا ولا هكا ديما غادي يسبوا المروكي، وانا غادي نجاوبك. قولوا للكرغولي المروكي راه مكاليفي شحال هادي، والمروكي وصل للمربع الذهبي في المونديال القطري، والمروكي راه عايش بخير وكيدير لا بيلفي. المشكله ديالك ولد الكرغولي لانك انت عايش حتى الماء ما كاينش، وراك في دوله طابوريستان راك تسوفري. وبدل ما تقول لنا قولوا للمروكي الالجيري كاليفي، تقول لنا شحال هادي ما دوزش ما كاش 2025 الماء ما كاش. في 2025 مازال الانسان كيجي من الخدمه ويدخل للدار ما يلقاش باه يغسل. ما كاش الماء، يا حسراه، مزيان تكاليفينا الكوب دي موند وتهنينا من حكايه الماتش يتعاود. والله صليت اليوم في واحد المسجد هنا في العاصمه، دخل الامام باش يدير لنا الدرس كومبلي كان على من هاي عمر راسي، الدرس كومبلي كان على البارا. قال لنا مبروك عليكم التأهل والأسرة الرياضية، وما على باليش انايا، لا جيت نصلي ولا جيت نسمع انايا قناة الهداف، ولا جيت نصلي يوم عيد المسلمين، جيت انايا باش تحكي لي
يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي لي على العقيدة، تثقفني، تنورني يعني بمعلومات ما نكونش نعرفهم. انا ما تحكيليش على البالون، اقسم بالله الدرس تاعو كومبلي ويهضر على ليكيب ناسيونال. والله العظيم غير روحنا دخلنا في حيط. شفتوا رخص وطحين وذل أكثر من هذا. لفت انتباهي في خطاب الرئيس عبد المجيد تبون. النقطة الأولى اللي بصراحة ضحكتني أنه الرئيس تبون قال لهم باللي الحمد لله احنا يعني رانا وضعنا الاقتصادي ممتاز. والدليل وشنو الدليل؟ الدليل أننا ماناش نستوردوا في الثوم والبصلة. وجدت أننا نستورد الثوم من الصين. الثوم نجيبوا البصل من دول افريقيا. يعني مادام ماناش نستوردوا في الثوم والبصله اقتصادنا قوي. حبس وين طالع هابط؟ خليه يسقسيك سؤال وما تضحكش. وش هو الفرق ما بين الاستدانة والاقتراض؟ سؤال غريب؟ لا، سؤال صعب بزاف. هذا السؤال باش تفهمه لازم تسمع زوج مقاطع صغار خفال طبعا تاع الرئيس تبون. اسمع واش يقول الرئيس تبون في المقطع الاول. 6 سنين هما يتكهنوا لنا باش نمشوا للمديونيه، ما مشيناش للمديونيه وما نمشيش للمديونيه. احنا اليوم اصبحنا اعضاء في بنك البريكس. واسمعوا واش يقول في المقطع الثاني. مثل السكه الحديديه اللي تمشي لتمر راست ولا تمشي للبرج باجي مختار ولا مشاريع كبرى الفوسفات الى اخره. هذه حتى لا مشينا اقترضنا اني نقترض لامور فيها مردوديه هائله. عرفت الفرق ما بين الاقتراض والاستدانه ولا ما عرفتش؟ المهم تبونا ويقول لنا نقدروا نروحوا للاقتراض بصح مستحيل نديروا الاستدانه. بيان سور. ما تسقسينيش واش هو الفرق، لخاطر تأهلنا لكأس العالم ومبروك علينا وخلوه يختم، ما بقاش قد اللي فات. وركنا. انت العياشي مدخل واش مدخل؟ انا نقول لك العياشي شنو مدخل. القالب الاول طريحه حرب امكاله اللي كليتو فيها العصا في 76 راك عارف. القالب الثاني مال قارون، الملايير المليارة اللي خسرتوها على قضيه وهميه. القالب الثالث تندوف اللي مشات لكم وبيديكم من لحيتو لقمليه، ايوا خرج منها بوليزاريو دابا. اما القالب الرابع فهو هذا، وإلا ما عرفتيش سول عليه ولي النعمه ديالك شنقريحه، راه جربوا ملي كان باقي صغير. غير عرف بلي المظاهرات هذه من خطاب تاع الملك عند البرلمان. المظاهرات نتاعكم هذه مشات في كيل الزيت، ربحتوا غير القرمه وشويه ضحايا مساكين، وكاين ناس راهم في السجون. اقسم بالله تفرجت واحد لا فيديو واحد النساء يبكيو على اولادهم، عطاوهم احكام من 20 سنه حتى 30 سنه. الشباب مساكين ضاعوا مشاو باطل. هنا ما عندك تا انجاز. جيل زاد اذا راكم تسمعوا وعلى بالي بلي تديروا بالراي بك العبوديه واحد 60 سنه ولا 70 سنه. هذه ديها رسمي من عندي. غدوه اذا ما كان والو، ما كاين لا مظاهرات، ما خرج الشارع المغربي، ما ندوا ما والو، غير عرف بلي المظاهرات هذه من صنع المخزن. غير عرف بها. يا أحمق، إن الأعمال التخريبية وإشعال النيران والاعتداءات التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة والتي تسببت في أضرار جسدية للأفراد عقب الوقفات غير المصرح بها لا تمت بصلة إلى حرية التعبير بأي شكل من الأشكال، بل هي أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بالمغرب بعقوبات صارمة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة من السجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة. إن المغرب كدولة قانونية يضمن تطبيق القانون ويعاقب المخالفين، بينما الجزائر تعاني من وضعية تشبه الحبس المفتوح، حيث يشعر المواطنون بأنهم محاصرون في بيئة تفتقر إلى الحريات الأساسية وتعيش تحت نظام عسكري مجرم. إن تحريضكم للمغاربة على الخروج لإحداث الفوضى والتخريب يعد من الأفعال التي لا تليق بالعقلاء، بل هي من أعمال الشياطين.
إن المغاربة الذين يتمتعون بشجاعة الأسود لن ينجروا وراء نهيق الحمير ونباح الكلاب، مع اعتذار للحمير والكلاب. إن سعيكم لخلق الفتنة في المغرب يعكس جهلا كبيرا، ويظهر عدم فهمكم لعمق الروابط التي تجمع بين أبناء هذا الوطن. إن مثل هذه التصرفات لا تعبر إلا عن نوايا خبيثة، ولا يمكن أن تؤثر على عزيمة المغاربة الذين يعرفون كيف يحافظون على وحدتهم واستقرارهم. هذا شوف راه يغش المواطنين، يغش الدوله، يغش سلاحنا، يغش كل واحد. ليزونتربريز هذا لازم نجبدوا عليهم حد بالمراقبه الصارمه كتشهد. ولا كان ورا الجيش راه هنا الجيش سير فوق داكشي ما عطيتو بالسم ما جاش ما مشاش معاك ما تقعدش تستنى ريزيلي وعاود واحد ثاني. اللي غش ما كانش كاع ما تشوفوش معاه، ما تسامحوش معاه نهائيا. اللي غش مواطن جاب ربي خير لهذه البلاد هذه موالجات باش تحسن ظروف المعيشه على المواطن، لازم تجد بالمقاييس التقنيه اللي يقول على القانون. اكيد انتم تعرفوا ان الجزائر مقصوده وان الجزائر مستهدفه، وراهم كثير متجندين وادوا ربما حتى القسم في بعضهم بعض ان الجزائر ما توصلش ل 2027. أنا أريد أن أذكر بأن المنتخب الجزائري تأسس في المغرب يا أخ أسعد. منتخبهم الجزائري الآن تأسس في المغرب يا رجل. أقسم لك بالله يا أخ أسعد، كما الحماية المدنية التي قالوا أنهم سيهزمون بها المغرب تأسست في طنجة. الحماية المدنية الجزائرية تأسست في طنجة. المخابرات تأسست في الناظور. أول إذاعة لدعم الثورة الجزائرية كانت في الناظور. هناك سياسيين جزائريين خرجوا يسبون المغرب مثل مسهل الذي قال بأن المغرب فيه الحشيش وأن لاران تنقل شيء آخر غير المسافرين. هذا كان معداء في مدينة طنجة وفاز بماراثون في طنجة. مسهل عبد القادر مسهل. كثير من الجزائريين سياسيين مروا لعبوا هنا في المغرب. بل يا اخ اسعد ان المغرب سبق وان اوقفته الفيفا لسنتين متتاليتين، سنه من 58 حتى 60، لان المغرب لعب معهم. ليس فقط المغرب بل جيش منتخب جبهه التحرير الذي كان يسمى انذاك كان يلعب في كل مدينه في المغرب، وعندما كان يصل الى المدينه كانت تقام الافراح والليالي الملاح، في حين ان مصر العروبه رفضت ان تلعب معهم خوفا من العقوبات. يا أخي شيء غريب، يعني أنت قامرت ولعبت معهم وتم معاقبتك، وأنت معترف بك وتم معاقبتك لأنك لعبت مع بلد غير معترف بها. في الأوتورود ديال فرنسا أنا مغربي، ولكن لقيت درابو ديال الجيري طايح في الأرض، حيت كانوا شي وحدين دايزين تعرف الجيري ملاوح في لوطوروت، مي ما نقدرش نخليه يبقاو يدوزو عليه الفرنساويين. انا في لوطوروت خليت طونوبيلتي بعيده وجيت كنجري وما نقدرش نفرط فيه. درابو مغربي تونسي جزائري كامل العالم العربي حبسو ناخدو، ما نخليش فرنساويين يبقاو يدوزو عليه في لوطوروت ديال فرنسا ويحفظوا عليه الطونوبيلات. السلام عليكم.